وقت المصيف جه ووقت مطروح هو المهم. تعالوا النهاردة اوريكم احلى شواطئ مطروح. خدنا العربية بتاعتنا وطلعنا على طول على شاطئ اسمه شاطئ كليوباترا. من مميزات الشاطئ ان انت بتخش بالعربية لغاية الباراجولا بتاعتك، والنظام كله عبارة عن باراجولات كده، فالظل بجد كان كويس جدا ومحدش فينا اتضايق من جو الشماسي، وكمان كان برايفسي قوي. ودي النهاردة دي شكل المية بتاعتنا. بصوا شكل المية حلو ازاي، بجد من الشواطئ التحفة اللي ممكن الأولاد ينزلوا فيه، الكبار ينزلوا فيه، كل الناس هتبقى مبسوطة. وكمان بقى النهاردة اليوم مختلف عشان النهاردة اليوم كله ألعاب مائية. بجد شفنا البنانا بوت وشفنا حاجات كتير قوي هوريها لكم دلوقتي. وكمان معانا بصوا منظر السمك في المية عامل ازاي. السمك ده ما بيعملش اي حاجة، هو بس شكله حلو كده، بنرميله قطع العيش الصغيرة وهو بقى ايه بيقعد يجري عليها. بصوا منظر مطروح جميلة ازاي، بجد مطروح دي قطعة من المالديفز، جميلة جدا 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 جدا. والنهاردة على فكرة هيبقى معانا صاحب كل الحاجات بتاعة الألعاب المائية، وهيشرح لنا لعبة وهيقول لنا كل التفاصيل عليها. بجد لأن هو كان يوم ممتع جدا جدا جدا، وكان السبب الرئيسي بصوا بتاع اللي هناك دي، بجد دي مرعبة جدا، مرعبة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نقعد نتكلم مع الراجل الطيب صاحب كل الحاجات. اللانش ده بقى اللي بيسحبك بكل حتة وبيوديك في كل مكان. وطبعا كان في هنا شروة كابوريا لسه طالعة من المية، بصوا شكلها عامل ازاي، لسه طالعة حالا من المية. طبعا ما فوتناهاش واشترينا منها على طول وروحنا عملناها في البيت، لان هي بجد طازة زي ما انتم شايفين. بصوا الصياد طالع بيها دلوقتي حالا من المية، فبجد كانت حلوة قوي 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 يعني، وطعمها كان فريش. بصوا بتلعب اصلا كابوريا، بصوا بتلعب ازاي. الحاجات دي اول ما بنلاقيها ما بنسيبهاش على طول. طبعا وانا بقى في المية لقيت الحاجات اللي انا بحبها، الجواجع والحاجات الجميلة دي. تعالوا بقى نروح للألعاب المائية. بصوا احنا دخلنا هنا اهو، يعني لو حد شايفنا احنا نزلنا بقى اول حاجة خدناها معرفش اسمها ايه والله، دايرة كده عجيبة بجد بس كانت رهيبة. ورحنا بقى نتكلم برضو مع صاحب المكان، هو يقول لنا كل حاجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي ايه الاخبار، عاملين ايه؟ مطروح عامله ايه؟ طيب كويس. قول لي عندكم العاب ايه بقى؟ عندنا بارسين، عندنا جيت سكي، عندنا بنانا بوت، عندنا وايه اصعب لعبه بقى عندكم؟ تويستر. اصعب لعبة تعتبر الاقوى ديت عشان الناس بتتبهدل فيها يعني. الاقوى دي جامده. الاقوى دي جامدة، والتويستر دي اجمد اجمد، والتيوبر كلهم بهدلة يعني. هي احنا تبع شركه ايه؟ تبع الكابتن مودرس. واسم حضرتك؟ اسمي خالد الكابتن مودرس. ان شاء الله تبقى اجازه سعيده لينا معاكم، واحنا هنجرب النهارده معاكم كذا حاجه ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. انجوي يا جماعه. شكرا، مع السلامه، السلام عليكم.